يابا؟ بتاكل ايه؟ رايق كده باكل فول سوداني من اسوان. بس انا كنت ببارك لهم بفوزهم على الزمالك يا حبيبتي. مش الزمالك اتعادلت مع الداخلية؟ انت كنت قاعده جوه بتسمعي؟ 1-1. ما خلهم كده يا بنتي. مرتضى منصور ده كان يقول لك بس على فكره دوق بس الفول الاسواني ده اهو طعمه حلو قوي. بس هي اسوان طول عمرها دمهم خفاف، هم سمر كده، بس زهرة الجنوب هم بيبقوا حلوين ودمهم خفيف وكده يعني. انا ببارك لاسوان يا بنتي، وببارك للاهلي بفوزوا على بيراميدز وفوزوا على انبي. انبي بيوجر هو فاز كان ب 2-0. 1-1 الداخليه والاهلي فاز 2-0. مجدي قفشه والواد ديانج ده القطار السريع هم اخرهم كده يورونا هياخدوا ابطال ازاي. هم المفروض يجيبوا يشكلوا فرقه عشان ياخدوا ابطال. تيجان شمس الدين، عطيه البلقاسي، الواد اللي هو اسمه دونجل اللي بيلعب عندهم ده ما ينفعش يلعب ببصله. اسمه دونجل ولا اسمه دونجل؟ انا عارف اسمه ايه. الواد فتحي ده ولا اسمه ايه الفتوح ده؟ فاتح ولا فتوح ده؟ والاخ تيزو زيزو. لا فرقه حلوه يعني هتجيب افريقيا ان شاء الله. ده عندهم حسن يا ادهم. الاهلي راجع. اقفلي. وانت رايق ليه كده يابا؟ بتاكل ايه؟ رايق كده باكل فول سوداني من اسوان. بس انا كنت ببارك لهم بفوزهم على الزمالك يا حبيبتي. مش الزمالك اتعادلت مع الداخلية؟ انت كنت قاعده جوه بتسمعي؟ 1-1. ما خلهم كده يا بنتي. مرتضى منصور ده كان يقول لك بس على فكره دوق بس الفول الاسواني ده اهو طعمه حلو قوي. بس هي اسوان طول عمرها دمهم خفاف، هم سمر كده، بس زهرة الجنوب هم بيبقوا حلوين ودمهم خفيف وكده يعني. انا ببارك لاسوان يا بنتي، وببارك للاهلي بفوزوا على بيراميدز وفوزوا على انبي. انبي بيوجر هو فاز كان ب 2-0. 1-1 الداخليه والاهلي فاز 2-0. مجدي قفشه والواد ديانج ده القطار السريع هم اخرهم كده يورونا هياخدوا ابطال ازاي. هم المفروض يجيبوا يشكلوا فرقه عشان ياخدوا ابطال. تيجان شمس الدين، عطيه البلقاسي، الواد اللي هو اسمه دونجل اللي بيلعب عندهم ده ما ينفعش يلعب ببصله. اسمه دونجل ولا اسمه دونجل؟ انا عارف اسمه ايه. الواد فتحي ده ولا اسمه ايه الفتوح ده؟ فاتح ولا فتوح ده؟ والاخ تيزو زيزو. لا فرقه حلوه يعني هتجيب افريقيا ان شاء الله. ده عندهم حسن يا ادهم. الاهلي راجع. اقفلي. اولا انا منزل جمله صغيره من على قناه الزمالك. انا اهلاوي وكله عارف بكده. اولا قناه قله ادب وقناه مش محترمين باللي شغالين فيه. ويا ريت جميع واحد يعمل اشتراك للفيديو ده عشان الكل يشوفه. اولا من خالد الغندور للاخ ابو وش ابيض اللي شبه الحريم ده اهو، ووشه كده بقى فيه تقطيعه يعني من تقطيعه الحريم. ناقصه التحجيبه كده هيبقى شبه الواحده الست. يقول لك الننوس وجمهور الننوس مبسوط. مين الننوس؟ مين يا حمار يا ابيض يا ابو خطين؟ حمار مخطط. اما تغلط اغلط في حدود يعني حجمك. ما انت بتقول جمهور الننوس وجمهور الننوس هو كذا كذا. مين الننوس؟ مين يا عروسه ام فستان ابيض؟ نسيتوا نفسكم؟ العروسه بتبقى شكلها فستانها ايه يا ولاد؟ ابيض. الزمالك بيلبس ايه يا ولاد؟ ابيض. يبقى فستان ايه؟ ليله الدخله. جمهور الننوس. اما انتوا زعلانين على ضربه جزاء، او دي مش ضربه جزاء الاول، ده دوبك لسه رايح يمسك الفنان ما جابوش. انا كنت نايم قدام القناه عشان اسمع الهبد بتاعهم. يقول لك جمهور الننوس وجمهور. قناه قله ادب باللي فيها بالاداره، برئيس الاداره، باللعيبه كله. على الطلاق دي نادي الزمالك يا جدعان على الطلاق بالثلاثه هم اللي مبوظين الكره المصريه. اقسم بالله مبوظين الكره المصريه بالاسلوب ده. هو الوساخه دي عمر كانت الاهلي ما فيها قله الادب دي.
قناه الاهلي دي ناس محترمه، ناس مثقفه، ناس عندها فعلا ثقافه كرويه. ليه ان احنا انتقلنا من المحلي للقاري للعالميه؟ لان احنا ناس مثقفين كوره، ناس بنفهم كوره، ناس عندنا الاحترام ده مبدأ الاخلاق. ليه مسمينه هو المبادئ والاخلاق؟ لان الناس محترمين. ليه انتوا بتتهدموا يوم عن يوم عن يوم ونادي فاشل؟ لان انتوا ما انتوش محترمين. ليه اللعيبه بتمشي ببلاش؟ لان انتوا ما انتوش محترمين. انتوا عندكم 23 لاعب ماشي جايين بمليون ماشيين ببلاش، لان انتوا اساسا ما انتوش محترمين. على الطلاق بالثلاثه، لا اداره ولا نادي ولا جمهور محترم. وانا عملت الجمهور في الشارع كمان مش محترمين. سبحان الله، عامل زي الكلب لو داق اللحمه ينصعر. تحيه للاهلي دائما. غريقسي منزل فيديو صغير قوي 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 على قناه الهبد بتاع الزمالك وعلى بقيه الجمل اللي انا هقولها على الزمالك، بس هركبها على البرنامج عشان كله يفهم دي. على الفرقه الوسخه. تحيه للاهلي دائما، حرق الفرق الوسخه. والله العظيم ثلاثه، والله انا بنبسط من كلامهم والهبد ده اهو. والله بقى شكلهم وحش، اقسم بالله العلي العظيم. حتى يا بنت قناه الزمالك كده اهو اللي شبه النسوان ده اهو. بس تعال، يعني لو مؤاخذه في الكلمه ده اهو، بيقول لك احنا اديناكم على قفاكم. والله العظيم ان النوس ده هو متضايق ومش عارف ايه، والتحكيم والفار بيشتكوا منه ان هم ما ادوش حقهم. الاهلي ما خدش حقه، يروح امك. الاهلي ما خدش حقه، بس انا عرفت ان انتوا كده انحرقتوا. لاتنبرج جالكم عشان يعرفكم الحكم ازاي وانتوا عايزين تهدموه. ده عند امهاتكم. ده 80 مليون واحد بيفهم اهلاوي. انتوا عايزين تسقطوا الحكم عشان تبقى الحكم لمصلحتكم، تاخدوا ثالثه على التوالي. لا انسى، عند امك، عند امهاتكم كلكم كده، عند ام مرتضى منصور ركن. عشان انتوا قناه فاشله. انتوا يعني لو مؤاخذه نادي عار. نادي المفروض ده محطوط عار على الدوله، مش على مصر، على الكره بس، على الدوله بحالها. ده عار للكره المصريه. يا راجل ده انتوا عرتونا. يا راجل ده انتوا من 2001 انا شرحتها يجي 300 مليون مره. عرتونا. عار على الكره الافريقيه. لما واحد لو مؤاخذه مش عارف قطر ولا سعودي في كاس العالم الانديه اللي فاتت، اما بقول لك الهلال والاهلي عمل كذا كذا، ورحت انتوا قابلتوا الهلال اداكوا على قفاكم. فبقول لك الاهلي لو اختاروك تشجع الاهلي ولا الزمالك، لا الاهلي طبعا، وشرف الوطن العربي. تكفيني هبدك وحرقيتك واكلانك من تحت ده. انا عارف ان انا حرقك قوي. هابي نيو يير، سنه سعيده علينا وعلى الاهلاويه تما. يا جدعان ما تهبدوش في القناه قوي كده، ما تهبدوش في القناه قوي. مرتضى منصور ما بيذبحش، عبده زيك، ده عبد زيك. ما تخافوش، لا هيديكوا حاجه ولا هيعمل لكم حاجه. والله هو الخوف والرعب منه قضاكم كده. قولوا كلمه الحق بقى. الله يقطعكم ويقطع اللي خلفوكم. بس يا بنت كفايه عليهم كده. الله يقطعهم ويقطع اللي خلفوهم كمان مره. طول عمرنا اهلاويه. التالتة شمال بتهد جبال وبأعلى صوتنا نشجع الابطال. فريق كبير وفريق عظيم. اديله عمره برضه قليل. الاهلي واحد بس.